بيتر المؤلف الألماني حكى لنا عن طفولته مع باباه قد إيه كانت طفولة صعبة جدا. الأب كان شخص قاسي ودايما كان بيعاقب أولاده على أي غلط بيتعمل. في يوم من الأيام بيتر وهو بيلعب في البيت الفازة اتكسرت وتوقع غضب شديد جدا من بابا وعقاب رهيب. كان في دولاب خشب جوه الحيطة، جري استخبى جوه الدولاب وقفل على نفسه وابتدى يراقب الموقف من الخرم بتاع المفتاح. فضل يدور. أول ما بابا وصل البيت زعيق زعيق زعيق، فين بيتر؟ هاتولي بيتر حالا. كل الخدم بقوا يدوروا على بيتر واخواته، والأب متوعد إن بيتر ده هيتعاقب عقاب شديد أول بس ما يقع تحت إيديه. فضل بيتر مستخبي جوه الدولاب وعمال يدور ويشوف باباه هيعمل ايه. الأب فضل يدور شمال ويمين ومحدش لقى بيتر. قعد على كرسي وعمال يفكر، الولد راح فين؟ هاتولي الولد، لو وقع تحت ايدي دلوقتي هعمل واسوي فيه. قعد ساعات وبيتر جوه الدولاب مستخبي وبابا قاعد بره على الكرسي ومستني بيتر يطلع منين. لكن بابا بدأ يفكر، هو الولد راح فين؟ الولد فعلا مش لاقيه، حصل له حاجة؟ ابتدى يقلق. بيتر بيراقب من جوه خرم المفتاح وبابا قاعد حاطط راسه بين ايديه، وابتدى بعد القلق الطويل ابتدى يبكي. بيتر ابني انا مش لاقيه، يعني راح فين؟ بيتر كان مستغرب جدا ومش مصدق عينيه. بابا اللي بيغضب ويعاقب ويزعق قاعد بيبكي عليا؟ ما فكرش. بيتر فتح باب الدولاب وجري في حضن ابوه وقعدوا هما الاتنين يبكوا. وساعتها بيتر وهو بيحكي قال ان كل الخوف اللي جوايا من بابا راح اول ما لقيت ان جواه حب ليا. للاسف في حاجات كتير حوالينا شوهت صورة الله في اذهاننا، زي مثلا اب قاسي، مدرسة، مجتمع، حياة قاسية جدا علينا. لكن لينا اب سماوي بيحبنا جدا جدا، بعت ابنه علشان يموت على الصليب بدلنا. ولما جه الرب يسوع على الارض ابتدى يكشف لنا عن قلب الله ويحكي لنا قد ايه الحب اللي جواه. عايز تجرب الحب ده وعايز تعرفه وتدوقه؟ تعال قرب لصليب الرب يسوع وانت هتشوف قد ايه حب الاب السماوي ليك.